كتير من الشباب بعد ما بيتخرجوا بيبقوا تايهين، الكل بيسأل هتشتغل ايه؟ هتعمل ايه في حياتك؟ والحقيقة ان الجامعة عمرها ما كانت نهاية، الجامعة بداية جديدة. اللي هتعمله بعد التخرج هو اللي هيحدد طريقك. وبعدين مستعجل على ايه؟ خلي عندك شوية صبر يا صديقي. اتعلم اللي معرفتش تتعلمه في الجامعة. الجامعة بتديك اساس لكن مش بتديك كل حاجة. الدنيا محتاجة مهارات عملية. اتعلم ازاي تكتب سي في صح، ازاي تتكلم في انترفيو، ازاي تدير وقتك. ودي من الحاجات المهمة اللي عايزك تركز عليها أوي يا صديقي، عشان كلنا وقعنا في الفخ ده. دي حاجات مش بتتدرس لكن لازم تدور عليها بنفسك. رقم 2 بقى، عايزك تستثمر وقتك في مهارة، وده مش هتقدر تلاقيه غير لما تجرب. الفرق بين اللي بيقف مكانه واللي بيتحرك لقدام إن يكون عندك مهارات أكتر، وبالتالي هتترشح لشغل أكتر وتتفتح قدامك أبواب كتير. اتعلم برمجة مثلا، وما تصدقش اللي يقولك البرمجة بقى فيها ناس كتير ومش هتلاقي شغل. الأرزاق بيد الله وعلى الإنسان إلا ما سعى، وصدقني ربنا هيكرمك. ممكن تتعلم تسويق، لغة جديدة، أو حتى مهارة بسيطة زي العرض والتقديم. في كورسات مجانية أونلاين في كل المجالات. انت ممكن تبدأ من موبايلك، من بيتك، من غير فلوس، يعني مش محتاج أي حاجة. نيجي للخطوة التالتة وهي وسع علاقاتك. ممكن تكون أشطر واحد في مجالك، بس لو محدش يعرفك فرصتك هتكون أقل. عشان كده لازم تبني شبكة علاقات صح. طب ازاي؟ هقولك. احضر فعاليات وندوات حتى لو صغيرة، شارك في أنشطة تطوعية، تابع ناس في مجالك على السوشيال ميديا وحاول تتواصل معاهم، وافتكر ان اي كلمة ممكن تتحول لفرصة. في دراسة من جامعة هارفارد بتقول ان 85% من الوظائف بيتم الحصول عليها عن طريق العلاقات مش الاعلانات الرسمية. يعني اوقات الفرصة مش هتجيلك من باب الشركة، الفرصة ممكن تجيلك من قعدة على كافيه او من كلمة من زميلك. الموضوع مش مجاملة ولا نفاق، الموضوع انك تكون متواجد وتعرف تتكلم وتسمع. اللي عنده شبكة علاقات قوية بيفتح لنفسه أبواب ما كانش يحلم بيها. رقم 4، جرب واغلط. في أول حياتك الغلط مش عيب، بالعكس الغلط هو أهم أستاذ في الرحلة. أنت في المرحلة دي مش مطلوب منك تكون كامل ولا ما عندكش أخطاء، المطلوب إنك تجرب. جرب تشتغل في أكتر من مجال حتى لو حاجة بسيطة، شغل، تدريب أو عمل تطوعي. جرب تبدأ مشروع صغير حتى لو وقع بسرعة. جرب تكتب مقالات أو تشارك محتوى على السوشيال ميديا، يمكن تكتشف إن عندك صوت مسموع. جرب تسافر وتتعرف على ناس جديدة، التجارب دي بتفتح عقلك بطرق مش هتفهمها غير لما تعيشها. كل تجربة هتديك إضافة، إما مهارة جديدة أو درس عمرك ما هتنساه. وحتى الفشل نفسه بيبين شخصيتك. في دراسة اتعملت على رواد الأعمال لقوا إن معظم الناس اللي نجحوا نجاح ضخم قبلها وقعوا مرة واتنين وتلاتة. الفرق إنهم ما خلوش الفشل يوقفك، خلوه خطوة لقدام. فكر فيها كده، أول حياتك دي فترة الأمان، عندك فرصة تغلط من غير ما تخسر كتير، ولو ما جربتش دلوقتي هتندم بعدين. يبقى ليه نستنى الفرصة الصح؟ الفرصة الصح بتتخلق بالتجربة مش بالانتظار. 5 خطوة، اهتم بنفسك. التطوير مش شغل بس، التطوير كمان في صحتك وعقلك. في ناس كتير بتجري ورا النجاح وينسى نفسه، ينسى ياكل صح، ينسى ينام كويس، ينسى حتى يتحرك. لكن الحقيقة إن صحتك هي راس مالك الحقيقي. الرياضة مش رفاهية، الرياضة ضرورة. مجرد 30 دقيقة مشي في اليوم بتقلل من خطر أمراض القلب والسمنة بنسبة ضخمة، وبتزود تركيزك وطاقتك. النوم برضو مش كسل، النوم من 7 ل 8 ساعات يوميا بيحافظ على الذاكرة والمناعة والمزاج. وفي دراسات كتير أثبتت إن قلة النوم بتأثر على قدرات اتخاذ القرار زي تأثير الكحول تقريبا. التغذية برضو جزء أساسي، اللي بيهمل ياكل أكل صحي في ال20 هيدفع التمن في ال30 وال40 بأمراض ومشاكل كان ممكن يتجنبها. والعقل كمان محتاج تغذية بالقراءة، بالتأمل، وبالتعلم المستمر. افتكر إن النجاح مش إنك توصل لفلوس أو منصب وتكون مرهق مريض ومش سعيد. النجاح الحقيقي هو إنك تعيش حياة متوازنة، شغل، صحة، وعقل مرتاح.